السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين. لازلنا بنتحدث في التزوير والطعن بالتزوير، وهنكلمكم عن معلومة يمكن تكون غريبة شوية. النهاردة عندك إيصال أمانة واخده على واحد، أو مشتري من واحد شقة، أو مشتري عربية من واحد ووقع لك عليها والتوقيع تمام وتم البيع والشراء يعني كما أنزل، ولكن اتفاجأت ان جاء قدام المحكمه وانت بترفع عليها ايصال الامانه او بتوثق العقد وجالك التوقيع ده مش توقيعي وطعن بالتزوير على توقيعه. انت متاكد ان هو اللي مضالك وتمام التمام، بس انت ما تعرفش ان هو معاه مثلا اخ توأم، او انت عارف ان معاه اخ توأم زيه كده في البطاقه. خلي بالك لما تروح القضية لأبحاث التزييف والتزوير تكون موجود، عشان ممكن هو يبعت لك أخوه التوأم، أو يكون أخ شبهه قوي ويخش ويمضي مكانه قدام الخبير ويطلع التوقيع مش توقيعه. فلازم تكون موجود وتبقى متأكد إن اللي حضر قدام الخبير هو اللي باع لك أو هو اللي مضى إيصال الأمانة. انتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة.